مسلسلات رمضان 2023 حاجة تانية خالص. رمضان السنة دي هيرجعنا من تاني للزمن الجميل والفن اللي وحشنا. كان بقالنا كتير ما شفناش حاجات حلوة كده. ده كان جزء بسيط من تعليقات الجمهور لما اتعرضت إعلانات مسلسلات رمضان 2023. وفي الفيديو ده هنقول لقائمة مسلسلات رمضانية نجحت إنها ترجعنا كام سنة لورا، وده بذكاء المؤلفين وصناع العمل. يا ترى إيه هي المسلسلات دي؟ من وقت ما اتعرضت إعلانات المسلسلات وانتشرت البوستات الخاصة بكل مسلسل، والجمهور في حالة تشوق كبير ومستني كام مسلسل بفارغ الصبر، واتقال إن المسلسلات دي نجحت إنها تفكر الجمهور بمسلسلات زمن الثمانينات والتسعينات واللي كنا مفتقدينها بقالنا كتير جدا، سواء على مستوى التأليف أو القصة أو كحس العمل وفكرة البطولة الجماعية، وإن مش لازم يكون في واحد بس المسلسل كله بيدور حواليه. ده غير عدد الحلقات اللي اتعملت على قد القصة فعلا، من غير ما يكون في أي إطالة، ومن غير الخروج عن القصة نفسها والدخول في قصص تانية لمجرد إننا نكمل 30 حلقة وخلاص. فالسنة دي أول سنة بنشوف فيها مسلسلات لأبطال كبار مكونة من 10 حلقات، زي مسلسل الحرب للفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج، أو مسلسلات 15 حلقة بس زي مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي، وتلت التلات الغادة عبد الرازق، والصندوق وعلاقات مشروعة، وغيرهم من المسلسلات اللي اتعملت فعلا على قد السيناريو. ده غير إن في مسلسلات من 17 حلقة ومسلسلات 20 حلقة زي الكتيبة 101. في النهاية إن ما بقاش شرط أساسي إن كل مسلسلات رمضان تكون 30 حلقة علشان تبقى موجودة والناس تتابعها طول الشهر، والحقيقة إن ده حصل بعد الوعي الكافي من المنتجين والمخرجين، بعد ما مسلسلات كتير جدا اتأثرت إن رتمها بيكون عالي في الأول، وبعد 10 حلقات أو في نص المسلسل بيحصل ملل، وتبدأ تشوف شخصيات انت مش حابب تشوفها، وأحداث ممكن تخليك تبطل تتابع المسلسل كام يوم لغاية ما يرجع يشد تاني قرب النهاية. بس السنة دي عندنا أكتر من نص مسلسلات رمضان عدد حلقاتهم 15 حلقة بس، ودي حاجة مبشرة إن مش هيكون في إطالة في الأحداث والقصة، وإننا هنشوف مسلسلات زمان بس بطعم الجيل الجديد من الممثلين والمؤلفين، وقصص متشوقين نتفرج عليها. وفي النهاية قول لنا في الكومنتات ايه المسلسل اللي ناوي تتابعه في رمضان.